السلام عليكم. الفكره اللي بنتكلم عنها النهارده هي فكره بتتعامل مع الالاين ايتمز. زي ما اتكلمنا على الالاين ايتمز ان هي بتاخد العناصر تحطهم في الاول، في النص تحطهم تحت، تعمل لهم ستريتش، تعمل لهم بيز لاين. النهارده بقى هنتكلم عن خاصيه بس بتشتغل على مستوى العنصر، لان احنا دلوقتي بنتكلم على العناصر او الابناء الفليكس ايتمز. لو رحت هنا وهنا الفليكس دايركشن رو، هندي لها الاين ايتمز بالشكل ده، اقول له تعالى سنتر، هيروحوا سنتر. ما يروحوا سنتر مفيش اي مشكله. لو جيت للعنصر رقم واحد انا عايز اخرجه بره السياق ده، عايز اخرجه بره الفكره دي، ممكن ان انا اقول له تعالى فوق. ازاي؟ بنستخدم خاصيه اسمها align self. align self وهقول له فيليكس ستارت بالشكل ده، تعالى فوق. طب انزل تحت، فيليكس اند بالشكل ده. طب تعالى في النص، سنتر. هي بشكل افتراضي سنتر، بس عايز اقول ان حتى سنتر تقدر ان انت تعملها. فدي فكره الالاين سيلف باختصار. يعني هي خاصيه فكرتها ان هي بتكسر الالاين ايتمز بس لعنصر واحد. يعني انت اعتبرها الاين ايتمز، بس بدل ما تحركهم كلهم مع بعض لا، انت بتحرك عنصر واحد. يا رب فكره الالاين سيلف تكون واضحه. هي الفكره بسيطه، بتكسر بس القوانين عند عنصر معين. فيا رب الفكره تكون واضحه. اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.